يا كابتن سيد، يا كابتن سيد عبد الحفيظ مش كده يا كابتن سيد، ده احنا بنحاول نلم الدنيا. يعني احنا بنحاول نهدي الواد كهربا، نهدي كهربا يقوم امام عاشور مشيطهم، نهدي امام عاشور قفشه يشطشطهم، نهدي قفشه عبد المنعم. احنا مش ملاحقين، احنا بنحاول نحميك يالا يا بائس يا محلي. احنا عارفين ان انت مجلوط من كل ما هو اهلاوي. فيا كابتن سيد بقى، احنا ما صدقنا بنلم الدنيا، تيجي انت تشطشط الدنيا اكتر كده. حرام عليك يا كابتن سيد، ده الواد عفيفي مش حملك، الواد عفيفي مش حملك ولا من سنك، ولا سنه ولا لياقته يسمحوا له ان انت تمرمطه المرمطه دي كلها. الواد عفيفي يا جدعان قاعد في نص هدومه، خلص ازازتين ميه من كتر التوتر والعرق اللي عرقه له كابتن سيد عبد الحفيظ. بالراحه عليهم يا كابتن سيد، بالراحه عليهم يا كابتن سيد. ما هم مش حمل الاهلي والاهلاويه، هم مش حمل الاهلي والاهلاويه، دول المركز ال 12 يا كابتن سيد. بعد اللقاء دوت هيهبطوا خلاص، مفيش روح ان هم يلعبوا. فيا كابتن سيد ايه، ما تجيش يا ابني قدامنا ياض يا عفيفي. ورساله لاي بائس محلي، ما تجيش قدام الاهلاويه، ما تجيش قدام الاهلاويه. وخصوصا هم ما سالوش على الشربيني ولا ايه؟ هم ما يعرفوش مين الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ ده ملك قصف الجبهات يا ابني. الواد عفيفي يا جدعان مخلص 5 لتر ميه في الحلقه دي من كتر التوتر اللي عمله له كابتن سيد عبد الحفيظ، ومن كتر الشياط اللي شيطوا له الكابتن سيد عبد الحفيظ. وكله بالعقل وبالمنطق. وبصراحه انا مش عارف صفحات الزملكاويه يعني بيقولوا ان عفيفي قصف جبهه سيد عبد الحفيظ ازاي، من انهي اتجاه يالا؟ هو انت بتشوف مش شقلوب؟ هو انت العارضه لحست دماغك؟ يعني كره زيزو دي ما كانتش بتيجي في العارضه، كانت بتيجي في دماغك فجابك فقلبت الدنيا في تفكيرك. فين يا ابني قصف الجبهه يا ابني؟ فين يا ابني قصف الجبهه يا ابني؟ تعالوا ناخدوا كده الحوار واحده واحده. لما عفيفي اتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ وقال لك ايه؟ قال لك يا عم ده الاهلي متاجل له ماتشات كتير، وازاي وفين الحياديه وفين مش عارف ايه. الكابتن سيد عبد الحفيظ قال له ببساطه شديده، اول حاجه انا مش هكلمك عن مشاركه الاهلي في السوبر ليج الافريقي وكاس العالم للانديه ووصوله لنهائي دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي، يعني ذكرت لك 4 بطولات قاريه، مش هتكلم في دول، ما اتكلمش في دول، ما بدأش في دول. قال له ايه؟ قال له يا عم الدوري اللي انت كسبته سنه 2021، انا كنت وصلت نهائي افريقيا في السنه دي وخدت البطوله الحمد لله. البطوله دي، الدوري اللي انت خدته ده كان بالاحتواء طبعا، وكان المستشار قال لك انا كنت بتصل بعصام عبد الفتاح وبحل معاه الدنيا لما يكون عندي معاه مشكله. بس ماشي يا عم، مبروك عليكم الدوري، باحتواء مش باحتواء، مبروك عليكم الدوري. وكان رئيس اتحاد الكره نفسه، هنيجي في الكلام ده عموما يعني، قال له الدوري ده انا قبل ما العب الماتش بتاعك لعبت 10 ماتشات متتاليه مع المحله ومع الاتحاد ومع المصري ومع بيراميدز، كنت كل 3 ايام بلعب ماتش، وكمان كانت بتوصل لان انا كنت كل يومين بلعب ماتش. الاهلي في الفتره دي اكتر فرقه في العالم لعبت ماتشات في عدد وقت قليل، وما طلبتش تاجيل وما عيطتش وانسحبت، وانت خدت الدوري عادي. بس ما كسبتنيش في السنه دي برضو، في السنه دي انت ما كسبتنيش، علمت عليك 3-0 وتعادلنا الماتش التاني. انت خدت الدوري لكني ما اجلتش ولا انسحبت ولا قلت ولا اشتكيت ولا عيطت زيك يا بائس يا محلي يا بتاع الاتوبيس. فايه ده؟ انت دلوقتي انا اللي بلعب ماتشات مضغوط برضو وانت اللي عايز تنسحب يا ابني. ده انت متأجل لك ماتشات بدون هدف يا ابني. ده انت في دور المجموعات في الكونفدرالية مع ابو سليم والبط الكيني انت لاعب نص الماتشات على ارضك، ومع ذلك اتأجل لك ماتشات. انت يا ابني بتجيب الازدواجية دي منين؟ نيجي للنقطة التانية. قال له طب انت عمرك شفت، عفيفي بيقول لسيد عبد الحفيظ انت عمرك شفت رئيس وكالة الاهرام هو رئيس نادي الاهلي؟ رد عليه برضه قال له لا، بس انا شفت ان رئيس اتحاد الكوره هو نفسه رئيس نادي الزمالك. كان مين؟ كان حيدر باشا. وتحول وتكرر نفس الموضوع مع عمرو الجنايني.
عمرو الجنايني الزملكاوي ابا عن جد كان رئيس اتحاد الكوره، وهو رئيس اتحاد الكوره كان بيسهل الدنيا للزمالك. كان في ديون متلتله على الزمالك لحد دلوقتي ما اتدفعتش لاستاد القاهره، ديون متلتله وما اتدفعتش، وكان عمرو الجنايني هو رئيس هو رئيس اتحاد الكوره وهو زملكاوي. وايضا عمرو الجنايني نفسه رئيس اتحاد الكوره الزملكاوي، وهو رئيس اتحاد الكوره كان بيخلص مع ساسي، كان بيقنع ساسي ايام الحلق بتاع تيتا الزملكاويه، كان قاعد بيقنع ساسي في مكتبه الخاص باتحاد الكوره، كان قاعد بيجدد مع ساسي وبن شرقي للزمالك، وفي الاخر غفلوهم ومشوا. ايه يا جدعان الازدواجيه دي؟ ايه الازدواجيه؟ انا جبت لك نقطتين بس كابتن سيد عبد الحفيظ علم على الزملكاويه كلهم فيهم. نيجي لنقطه الرعايه. عفيفي قال ينفع رعايه الزمالك تبقى كده ورعايه الاهلي تبقى كده. رد طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ قال له انا مش هقول لك ان تيشيرت الاهلي بيلف العالم كله، مش هتكلم في النقطه دي، بس انا هكلمك في نقطه ان الزمالك قال لك انا هسوق نفسي بنفسي، ولما عمل كده قعد 7 شهور تيشيرته معلهوش غير شيكابالا. عايز حاجه تانية؟ قعد 7 شهور تيشيرت ابيض بجد بقى معلوش غير اسماء اللعيبه، وفي الاخر بعد ال7 شهور راح جاب شركه رعايه مكرونه ورجع في كلامه وقال لاتحاد الكوره ارجوك سوقني. فيا بائس يا محلي هات لي نقطه واحده عفيفي كسب فيها سيد عبد الحفيظ. لما قال له لما اسمه ايه ده، لما ابراهيم فايق سالهم قال لهم اقوى ماتش اهلي وزمالك ايه، عفيفي قال له 3-1 للزمالك في 2003. ياه انت لسه فاكر؟ ده انت بتاكل تونه كتير، الذاكره عندك ما شاء الله. لما سال الكابتن سيد عبد الحفيظ ولا قال له 6-1 ولا قال له القضيه ممكن، اللي كل دي نتائج قريبه جدا، قال له ايه؟ قال له احلى ماتش ان شاء الله هيكون الماتش الجاي. احنا المستقبل، بنتكلم في المستقبل يا بائس يا محلي، انما انت عايش على الماضي، عايش على المأمورية، عايش على المؤامرة والمظلومية. كابتن احمد حسام ميدو لما ما يشربش العرقسوس بيبقى فايق وبيعجبني قوي. قال لك ايه؟ قال لك يا ابني اوعى تنزل مناظرة قدام كابتن سيد عبد الحفيظ، وقال لك يا ابني رسالة مني لكل زملكاوي ما تسمعوش كلام عفيفي، كل زملكاوي لسه صغير وناشئ كده على حب الزمالك ما تأمنش بالمؤامرة، ما تأمنش بالمحسوبية، كل ده مالوش اي اساس من الصحه، كل دي حجج احنا اللي بنبنيها، مفيش مؤامره خلت الزمالك كده، مسؤولين الزمالك والمسؤولين عن الزمالك هم اللي خلوا الزمالك كده، لان ايام وكاله الاهرام على لسان كابتن سيد عبد الحفيظ الزمالك خد 4 دوري في 10 سنين، ما حصلتش في تاريخ الزمالك اللي قبل كده ولا اللي بعد كده انه ياخد 4 دوري. الكلام ده حصل امتى؟ حصل ايام وكاله الاهرام وحسن حمدي. حصل ليه؟ علشان كان رئيس نادي الزمالك رئيس محترم وبيخاف على النادي. ده اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ. سلام.